من أغرب طرق السرقات في العالم هي هذه اللي غادي تشوف قدام عينيك. فكيف ما كتلاحظ هنا السيد كيبلاصي الموتور ديالو كيدخلو للدار، كيحل الكراج. طبيعة الحال كإنسان عادي يدخل الموتور للكراج، ولكن واحد السيد واقف بالسيارة راه فين كيشوفو ملتم، مدرق وجهه مخبع بالقبية. ايوا وقاني على السيد وكيتسناه، وشوف معايا كيفاش غادي يتعامل معاه. من بعد ما السيد كيدخل هذاك الموتور الكراج ديالو، كيجلس في داك الكونطوار اللي برا او داك الحائط اللي على برا، وتيبقى جالس تما كيخربق في التليفون. حتى لواحد اللحظه كيتسلط عليه هذاك الشخص اللي لابس ديك القبيه وملتم ومدرق وجهه، وكيحاول يتخبى منه باش ما يشوفوش. شوف من بعد ما غادي يجلس هنايا وغيبقى يهضر في التليفون، هذاك الاخر اللي متربص به وقاني عليه كما كنقولوا حنا المغاربه، ها هو غادي يجي عنده وغادي يقرب ليه. وشوف معايا شنو غادي يدير معاه. صراحة هاد الشي ما كيدخلش للعقل، وقليل فيكم اللي غادي يصدقوا. اغلبية غيقول لكم كذوب، ولكن كون كان وقع لك بحال هاد البلان فراك كنتي غادي تعرف بانه هاد الشي حقيقي. شوف معايا انت هنا كيف لاحظتوا شاد داك كلينكس وكيحاول يقربوا من النيف ديالو. السيد من بعد ما شم هذاك الشي اللي في داك الزيف، الله اعلم شنو دار له تما، بدا السيد غير كيعطيه ومستسلم. عطاه سوارد الموتور، عطاه سوارد الدار، عطاه البزطام ديالو، الفلوس، اي حاجه عنده. صراحه هذا الشيء غريب شي شويه، ولكن راه كاين. حنا كنقولوا له السماوي، الانسان الاخوان يرد باله. واي واحد جا عندكم غريب عليكم ما تعطيوهش اكثر من الحجم ديالو. سولكم على شي حاجه جاوبوا من بعيد، ما تقربش ليه نهائيا، ما تسلمش عليه، وحاول ديما تتعامل معاه على بعيد، حيت راك ما كتعرفوش وما عارفش النوايا ديالو اولا شنو يقدر يدير معاك. شوف معايا السيد من بعد ما فاق عاد عرف راسو شنو دار، ما فهم حتى شي حاجه. هنا كيف لاحظتو شداتو الدوخه وبقى غير كيشوف، ولقى راسو التكريسه واي حاجه كانت عنده كيملكها مشات ليه، داها ليه داك السارق اللي كان قاني عليه. هنا كيف لاحظتو غادي يتدخل معاه واحد السيد اللي بالطاكسي، اللي يجي عنده يعرف مال السيد شنو واقع عليه. المهم تدخل بطولي انساني كاطمئنان على السيد. هنا كيسولو كيقول له شنو وقع لك، كيشرح له الموقف، تيقول له ها شنو كاين ها شنو كاين. يعني الانسان ما يبقاش يثيق 100%، حيت هذا الشيء راه صعيب الاخوان، وراه فعلا هذا الشيء كاين. راه اللي قالك ما كاينش راه تيخربق عليك، اللي تيقولك انا ما تنامنش بهذا الشيء هو حتى النهار يوقع لك اخويا، وديك الساعه نشوفوا واش غادي تامن ولا لا. المهم ردوا بالكم الاخوان وحدوا راسكم، هذا الشيء